عضلة الباي مش مجرد عضلة صغيرة في الدراع زي ما ناس كتيرة فاكرة، دي عضلة من أكتر العضلات اللي بتلفت النظر أول ما حد يبص لجسمك. يعني أول حاجة أي حد بيلاحظها غالبا هي الدراع والباي. عشان كده في ناس كتيرة بتحب تتمرن وتحس إنها رمز للقوة وشكل الرياضي. بس المشكلة إن في ناس فاكرة إن الباي يعني تشيل وزن تقيل وخلاص، وده غلط كبير. الباي عضلة بتحب التركيز والإحساس بحركة أكتر من الاستعراض بالوزن. يعني ممكن واحد بيشيل وزن أقل منك لكن عضلاته أحسن منك بكتير لأنه بيلعب صح. وأهم حاجة في تمرين الباي إنك تتحكم في الحركة وإنك تطلع بالوزن. اعصر العضلة كأنك بتضغط عليها، وإنت نازل انزل براحتك. ما ترميش الوزن مرة واحدة، لأن النزول البطيء ده من أكتر الحاجات اللي بتبني العضلة وتكبرها. والباي مش فايدته شكله بس، ده بتساعدك في القوة اليومية بشكل كبير. أي حاجة فيها سحب أو شيل أو جذب الباي بيدخل فيها. حتى تمرين الظهر القوي جزء كبير منهم بيعتمدوا على قوة الدراع والباي. وكمان لما الباي تبقى متناسق مع التراي والكتف الدراع كله بيبان أعرض وأقوى، وده بيبين شكل الجسم الرياضي متدرب. خصوصا مع اللبس، يعني التيشيرت يبان ماسك الدراع بشكل حلو وتحس ان جسمك بيجي له حضور وهيبة. بس خد بالك في نقطة مهمة جدا، ناس كتيرة تتمرن الباي كل يوم تقريبا عشان مستعجل على تكبير الباي، وفي الاخر العضلة تتعب وما تكبرش. العضلة محتاجة راحة زي ما محتاج تمرين، يعني التمرين يبني والراحة اللي تخلي العضلة تكبر فعلا. وكمان الأكل والنوم لهم دور كبير، مفيش عضلة هتكبر من غير أكل محترم وفيه بروتين ونوم كويس. والتمرين لوحده مش سحر. وما تقارنش نفسك بحد، كل جسم غير التاني. في ناس عضلاتها تستجيب بسرعة وفي ناس محتاجة وقت أطول، المهم الاستمرار. أي جسم جامد شفته قدامك صاحبه تعب عليه شهور وسنين مش يومين. وفي الآخر افتكر الباي الحقيقي مش إنك تصور الدراع في المراية وبس، القوة الحقيقية إنك تبقى ملتزم صبور وبتتمرن صح من غير استعراض. ساعتها جسمك هو اللي هيتكلم عنك من غير ما تقول كلمة.